هل صاحب البيزنس ينفع يبقى ديجيتال نوماد ولا لازم يكون مربوط بمكتب، مربوط بموظفين، مربوط ببلد، مربوط بكل تفاصيل شغله؟ اهلا بيكم مع دكتور إيميجريشن. انا اكبر صانع للمحتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي، والنهارده جاي اقول لك الاجابه، لان الاجابه مش زي ما كل الناس فاكره خالص. خليني اقول لك ان اغلب اصحاب البيزنس مش عايشين حياه بحريه، هم مجرد موظفين عند شركاتهم. حتى لو عندهم شركه كبيره، لكن لو مش قادر يتحرك يبقى هو مربوط مش حر. طيب السؤال هنا، ازاي صاحب البيزنس يتحول لديجيتال نوماد بدون ما يخسر شغله او يخسر عملائه او يخسر المكسب بتاعه او يخسر استقراره؟ طيب خلينا ندخل في الموضوع مرة واحدة. اول خطوة وهي تجهيز الملف الشخصي للبيزنس. بمعنى ايه؟ انت مش هتتحول لديجيتال نوماد فجأة، انت بتبني ملف يسمح لك ان انت تتحرك. طب يعني ايه يا عم الدكتور؟ لازم يكون عندك مصدر دخل واضح، عقود، عملاء، اثبات ان الدخل مش مربوط بمكان واحد. لان اول سؤال في اي بلد او اي نظام هجرة هتتسأله هو انت بتكسب منين؟ تاني خطوة لازم يكون عندك اثبات ان الدخل بتاعك مستقر، ودي نقطة ناس كتير بتفشل فيها. مش المهم انك بتكسب فلوس، المهم انك تقدر تثبت ان الفلوس دي مستقرة ومش مرتبطة بمكان. الاستمرارية اهم من الرقم نفسه، لان اي نظام هجرة او اقامة بيسأل سؤال: هو انت مصدر دخلك مستقر ولا لا؟ تالت خطوة هي تنظيم الضرائب، ودي نقطة خطيرة جدا لأي صاحب بيزنس، لأن أول ما تبدأ تتحرك بين الدول هي الضرائب مش بتختفي، هي الضرائب بتتحول وبتمشي معاك. فلازم تفهم أنت تابع لأي نظام ضريبي، وإزاي تمنع الازدواج الضريبي، يعني تدفع في بلد وتدفع في بلد تانية نفس الضرائب. طيب إمتى تغير الإقامة الضريبية؟ طب يعني إيه مفهوم الإقامة الضريبية؟ أكبر خطأ بيعمله أصحاب البيزنس إنهم بيسافروا قبل ما يفهموا الإجراءات الضريبية اللي هم لازم يعملوها. رابع خطوة هي اختيار الدولة الصح. مش أي دولة ينفع تبقى ديجيتال نوماد فيها، أنت محتاج دولة تسمح لك بالإقامة المرنة، فيها نظام ديجيتال نوماد فيزا وديجيتال نوماد ريزيدنسي واضح، وبيئة ضريبية مناسبة. زي مثلا الدول إيه؟ زي مثلا أسبانيا، زي البرتغال، زي مالطا، زي اليونان، زي إستونيا. الاختيار مش عشوائي، لازم حسب وضعك انت وحسب اختيارك انت. ونيجي هنا لخامس خطوة. خامس خطوة هي ليها علاقة بالعائلة، ودي نقطة مهمة جدا، لان انت لما بتغير حياتك انت مش بس بتغير حياتك انت بتغير حياة عيلة كاملة. الديجيتال نوماد الحقيقي مش بيهاجر لوحده، هو اكيد بينقل حياة كاملة، يعني بينقل مدارس، بينقل اولاد، بينقل سكن، تأمين، استقرار اسري كامل. وده اللي بيفرق بين الحلم وبين الواقع. طيب سادس خطوة وهي حماية البيزنس، ودي نقطة برضو مهمة. ازاي تشتغل من اي مكان ومن غير ما البيزنس يتأثر، من غير ما البيزنس يقل. ازاي يبقى عندك ريموت تيمز، ازاي يبقى عندك ديليكيشن، ازاي يبقى عندك اوتوميشن، نظام تشغيل واضح. بس استنى، البيزنس اللي ما بيقدرش من غيرك هو مش بيزنس، دي وظيفة كبيرة من الاخر. سابع خطوة وهي التحول للنظام الدولي. طب يعني ايه؟ يعني البيزنس بتاعك يبقى مش مربوط بدولة واحدة، يبقى عندك عملاء دوليين من دول مختلفة، يبقى عندك دخل متعدد العملات، يبقى عندك نظام تشغيل مرن. لان اول ما تبقى دولي انت بقيت ديجيتال نوماد فعليا، فياريت تبقى دولي. خليني اقول لك الحقيقة بقى في النقطة دي، ان مش كل صاحب بيزنس ينفع يبقى دولي او ينفع يبقى ديجيتال نوماد، لكن اي صاحب بيزنس ممكن يبني نفسه علشان يبقى كده. الفرق بين واحد عايش حر وواحد عايش متقيد هو النظام مش المجهود. لو نظامك صح هتقدر تشتغل من اي مكان في العالم، لو نظامك غلط هتفضل مربوط حتى لو عندك ملايين. في الحلقة الجاية هنخش على اهم مرحلة في الرحلة بتاعتنا، وهي ازاي ان انا ابقى عندي ديجيتال نوماد فيزا، ازاي اقدم على ديجيتال نوماد فيزا، ازاي اخد ديجيتال نوماد اقامة ريزيدنسي، وازاي الدول دي بتفكر فيك كمقيم مش سائح. لو وصلت لحد هنا حابب اسألك سؤال الحلقة: لو سبت بلدك بكرة هل البيزنس بتاعك هيفضل شغال ولا هيقف؟ ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتشير الحلقة ديت مع كل المهتمين بالديجيتال نوماد والشغل ريموتلي. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية.